حلة على النار، حطيت فيها زيت، هنزل فيها بالبصلة بتاعتي، هقلبها لحد ما تدبل كده. انتوا شايفين؟ معلقة كاري، رشة فلفل اسمر، ورقة الرانو، معلقة كبيرة من الزعتر والروزماري وبهارات الورد، ربع معلقة توم وربع معلقة بصل باودر، معلقة كبيرة من الكاري، قصدي ده كركم يا جماعة. حطيت قرفة وهحط مكعب مرق وليمونة أو لومي عندك، كل البهارات دي، وننزل على البصلة بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين، وأقلب ده كله. طبعا حاجات الرز البسمتي زي بتاع المحلات بالظبط اللي احنا بنشتريه من بره، بس أحلى وأطعم. نقلب ده كله كده لحد ما نشم ريحة البهار، وننزل بالرز بتاعي بالمية. حطيت المية بتاعتي، أول ما تبتدي تغلي هنزل بالرز بتاعي. المية غليت زي ما انتوا شايفين كده، هنزل بالرز بتاعي. نزلت بالرز بتاعي، هزوده شوية مية كمان لأن الرز ده 3 كوبايات قصادهم 4 كوبايات مية. تمام. الرز أو 3 كوبايات قصادهم 3 ونص. تمام، عشان الرز ده بيحب المية زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ أقلب فيه. أنا خليت المية تغلي عشان اللون يخرج ويبقى لونه أصفر. هزود كركم كمان شوية عشان خاطر اللون بتاعه يبقى لونه أصفر فاتح. تمام، وهسيبها بقى وارجع لكم واحنا بنغرف مع بعض. اول ما الرز بتاعك يبتدي يخش في المرحله دي توطي خالص وتسيبيه بقى على نار هاديه خالص يستوي براحته ويشرب ميته مع نفسه. ده كان احلى واجمل رز بسمتي جميل مع حته فراخ مشويه على الفحم. بصوا الرزايه دايبه جميل. واشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش في لايك وشير واشتراك في القناه لو عجبكم الفيديو، ولايكات كبير، وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام.